سلام سلام. اهلا ومرحبا بالغزالات ديالي، بالفنان في قناة حكايات نصف الليالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور هانية؟ نتمنى من كل قلبي تكونوا في افضل الاحوال وانتم كتسمعوا لهاد القصة. اليوم جيت وجبت معايا واحد القصة مميزة بزاف اللي غتقيس القلوب ديالكم وغتحرك فيكم مشاعر يمكن كنتو ناسينها. فتحي معايا وديناتك وقلبك مزيان، وهاد المرة ركزي معايا في كل كلمة، حيتاش الحكاية ديال اليوم غادي تحرك المشاعر اللي مخبيين في داخل قلبكم. ما غاديش نطول عليكم كتر، وما غاديش نحمسكم فوق القياس. الفوق راه وصل القمة. ولكن قبل ما نبداو هبطي دابا دغيا ديري داك اللايك الفن والزوين ديالك اللي كتفرحيني بيه، واشتركي في القناة وفعلي الجرس باش عائلتنا تكبر كتر وكتر وما تفوتك حتى شي حكاية. وعطري ونوري التعليق بالصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قعدت الكلسة ديالكم ويلا على بركة الله نبداو. السلام عليكم. أنا سميتي ماجدة، عندي 23 عام. أنا بنت بسيطة ظريفة وديما راضية بالمقسوم. أنا من عائلة درويشة وعلى قد الحال، يعني بحالنا بحال قاع الناس، كنجريو مر اللقمة ديال العيشة وصافي. من ناحية ديال الشكل عندي الشعر طويل وكحل وعيونات كبار وملي كنضحك كيتجبدوا. ما عنديش شي فورمة مثالية بحال ديال المجلات، ولكن زوينة وطبيعية. بابا كان موظف في البلدية، كان خدام عساس، وماما ربت بيت جالسة في الدار وصافي. عندي خويا كبير مني ب2 عامين سميتو عماد، خدام صباغ، واختي الصغيرة سميتها سارة. حنايا كنا ساكنين في الدار جدي دابا 15 عام. عشنا تما الضغط كبير بزاف والمشاكل ما كيتسالاوش، لدرجة ان ماما كانت مريضة بالاعصاب ومرضت بسبب هاد الشي. ومن بعد الحمد لله فرجها علينا ربي، وخرجت لينا السكنة في القرعة السكن الاجتماعي، وعطاونا شقة في واحد من العمارات الجداد اللي بناوها. المنطقة اللي مشينا ليها وولينا ساكنين فيها هي منطقة صغيرة بزاف. هاد المنطقة كان فيها غير العمارات، وشي وحدين كانوا ساكنين هناك من قبل بناو ديورهم قدامنا. وكاين واحد الحانوت كبير شوية ديال المواد الغذائية، كان كيبيع كل شي. وفي هاد المنطقة كاملة كاين غير المدرسة الابتدائية، أما الإعدادية والثانوي كانوا بعد علينا بزاف بواحد 10 كيلومتر، وكنا كنمشيو ونرجعو غير في النقل المدرسي، يعني كنا عايشين على قد الحال. وملي كنا عايشين في دار جدي كنا يالله كنشبعو وكنا كنتقاسم الخبز بيناتنا. كنا كنعسو انا وماما وبابا وخوتي كاملين في نفس البيت، في بيت واحد مجموعين فيها كاملين، لدرجة ان ماما ولدتني وهي في عمرها 18 عام، وخويا ولداتو على 20 سنة، واختي الصغيرة على 27 عام. في داك الوقت كانت ماما كتنعس معايا في الارض انا واختي، وبابا وخويا كانوا كينعسوا فوق السرير. وجداتي ربي يهديها كانت كتخبي علينا كل شي، السكر، الخبز، الحليب، وحتى في الأعياد. يعني في العيد الكبير عمرني عقلت على راسي شبعت اللحم. وكنا كنلبسو غير الحوايج القدام ديال ولاد خالاتي، حيت خالاتي كانوا لاباس عليهم وعندهم الفلوس. ملي كنت صغيرة عقلت على ماما مسكينة، ملي كنا في الضيق كانت دايرة كانون في البيت وكتخدم فيه الخبز في رمضان والورقة ديال البستيلة، وتعطينا انا وخويا عماد نمشيو نبيعوهم للناس. اما انا بالرغم من هاد العيشة والفقر وقلة الشيء قدرت الحمد لله نقرأ ونتقاتل، ووصلت حتى البكالوريا، ولكن في الاول ما جبتوش. وملي ما نجحتش في الباك مشيت دوزت واحد الكونكور ديال مساعدة الممرضة، والحمد لله خرجت سميتي في اللاليست وفرج عليا ربي، ومشيت قريت التخصص ديالي. في الاول خدمت في المستشفى الحكومية، ومن بعد وليت كنخدم في لاكلينيك.
في عام الاول اللي خدمت في السبيطار كانوا ما كيخلصوناش مزيان، كانوا كيزيروا علينا بزاف الحراسه والخدمه. حتى لواحد النهار كنت خارجه من الخدمه عيانه وميته بالتعب، لقيت واحد المراه كبيره طايحه في الارض والقفه ديال الصخره ديالها حطاهم قدامها وما قدرش تمشي كاع. قربت لعندها نوضتها وهزيت ليها القفه وقررت نوصلها حتى لدارها. في الطريق بدات كتهدر معايا: بنتي الله يجازيك بخير، شنو كديري في حياتك؟ واش كتخدمي؟ قلت ليها: الله ينورك خالتي، ما كاين باس، انا خدامه كممرضه. نطقات المراه الكبيره وقالت ليا: ايوا تبارك الله بنتي، انا خدامه في شركه في واحد لاكلينيك سميتها الاماره، ولكن بعد المرات كيجيني التعب والمرض، عافاك عطيني النمره ديالك. انا غير سمعت الاسم ديال لاكلينيك بقيت مصدومه. هاد لاكلينيك راه معروفه بزاف، كيجيو ليها الناس من الولايات اخرى، خاصني نستغل هاد الفرصه. من بعد قلت ليها: غنعطيه ليك خالتي، ما تخافيش، خليني غير نوصلك لدارك. وبصح ملي وصلتها لدارها لقيتها ساكنه في هذوك العمارات الراقيين. طلعنا في السانسور، فتحت ليها الباب ورجعت ليها الساروت ديالها. انا ملي دخلت لدارها بقيت واقفه في بلاصتي وفمي محلول. كل شي كان غزال وكيهبل. الصالون كان واسع مفروش بالسداري ديال الجلد الفاخر باللون الكريم اللي كيشعل، والزرابي اللي تحت رجليا كانوا كيبانوا بحال شي غيمة من كتر الحرير. في الحيوط كانوا شي مرايات كبار بإطارة مذهب، والضو اللي كان شاعل في الصالون كان دافئ ومريح. انا كنت كنقول في خاطري: تبارك الله، هاد المرأة الكبيرة ما كانش كتبان عليها ثراء وعندها الفلوس. من بعد جلسنا شوية، عطاتني واحد الكاس ديال العصير، عطيتها النمرة ديالي، ومن بعد ودعتني وخرجت. انا غير وصلت للدار التليفون ديالي بدا كيصوني. ملي هزيت لقيت المرأة ديال الكبيرة اللي عاونتها، بدات كتشكرني بزاف على داكشي اللي درت مع ماماها. قالت لي: غدا ان شاء الله ما تنسيش تجيبي الشهاده ديالك، راني غادي نستناك في لاكلينيك. قلت ليها: واخا ان شاء الله غدا غادي نكون عندكم. انا كنت فرحانه بزاف حيتاش هاد لاكلينيك كانت قريبه على دارنا بزاف، وكانت اقرب من المستشفى اللي كنت كنخدم فيه. من بعد مشيت عند ماما وعنقتها بالجهد، هي كانت كتشوف فيه باستغراب وقالت لي: ومالك هاد البنت، اش كاين، ياك ما لقيتي شي راجل؟ جاوبتها وانا كنضحك: ماما، الحياة راه ماشي غير راجل وصافي. قالت لي: وشنو كاين يا هاد العفريتة؟ عاودت ليها كل شي. تما ماما ما ركزاتش مع الخبر الزوينة اللي جبت ليها، ركزات غير مع الفكرة ديال كيفاش دخلت للدار مرا غريبة وما كنعرفهاش. قالت لي وهي كتحضرني: انتي غير كتصدميني يا بنتي، ولو كانوا شي عصابة معها شنو غديري؟ ما عرفتش فوقاش غتحيدي هاد النية الزايدة ديالك. انا قلت ليها ومستغربة من تفكيرها: ماما، انا كنقول ليك هذيك المراه لقيتها طايحه ووصلتها لدارها، وانت كتقولي لي عصابه. ردات عليا: نوضي نوضي، واش كيسحاب ليك العصابه غيجيو لعندك هازين ليك السلاح في وجهك وغيخطفوك؟ باين غادي يديروا شي فيلم باش يخطفوك وصافي. من بعد دخل بابا للدار وعاودت ليه شنو وقع ليا. بصح بابا كان عكس ديال ماما تماما، شاف فيا فرحان وقال: ايه هكاك نبغيك، الله يعطيك الصحة يا بنيتي الحنينة، عاوني الناس باش ربي يفرج عليك، هادو هما ولادي. والديا كل واحد كيفكر بطريقة في شي شكل. ماما كانت كتخاف علينا بزاف، وبابا كان كيقول لينا خاصنا نعاونو الناس ونديرو الخير، يعني ما كيخافش. جلست مع بابا شوية ومن بعد مشيت جلست مع اختي سارة، عاودها في القراية شوية وعطيتها شوية ديال المصروف باش نفرحها. في واحد اللحظة تفكرت ماما ملي قالت لي: ياك ما لقيت شي راجل. ضحكت مع راسي وقلت في قلبي:
ان شاء الله غادي نلقى شي ولد الناس. داز هداك النهار ونعسنا، والغد ليه في الصباح بحال ديما نضت وصليت الصبح. من بعد جمعت شعري ولبست قميجة بيضة مع جين ازرق، والصندالة كانت فيها شوية ديال الطالون. درت المكياج خفيف وما كترتش بزاف، حيت الصراحة ما عنديش باش نشري الماركات. هزيت ساكي وخرجت. بقيت كنستنى واحد الطاكسي باش يبان ليا، ركبت فيه، ومن بعد في ربع ساعة كنت وصلت للبلاصة. ملي هبط من الطاكسي مشيت نيشان عند لاكلينيك اللي قالوا لي عليها. دخلت وقلت ليهم في الاستقبال: سلام، كنقلب على المدام وفاء، عندي واحد المقابلة معاها، واش كاينة هنا؟ قالت لي: اييه مرحبا، استني واحد دقيقة. استنيت شوية وقالت لي: شوفي، طلعي الفوق وغادي تلقاي البيرو ديالها قدامك. ضحكت ليها وطلعت. ملي وصلت دقيت الباب، دخلتني وسلمت عليا: السلام عليكم يا بنتي، فرحانة بالوجود ديالك. قبل ما نبداو بغيت نسولك الاسم ديالك. انا قلت ليها: وعليكم السلام المدام وفاء، انا سميتي ماجدة، متشرفين. بقينا كنهضروا شويه ومن بعد نطقات: المهم ماجدة، سيري قادي الوراق ديالك ودفعي الاستقلال في خدمتك القديمه، وعاد رجعي لهنايا باش تبداي الخدمه معانا. سولتها: وفوقاش نقدر نبدا معاكم؟ قالت لي: سيمانه بالضبط. من بعد خرجت من هناك ومشيت للسبيطار وقديت الامور ديالي. موراها رجعت للدار فرحانه. المهم دازت سيمانه ووصل النهار اللي غنبدا فيها الخدمه الجديده ديالي. داك اليوم نضت في الصباح، لبست اللبسه مريحه ومشيت للكلينيك. وملي وصلت سولت في الاداره وقالوا لي بلي غنخدم في القسم الولاده. موراها مشيت جلست باش يوجدوا ليا واحد الورقه. كنت جالسه كنستنى حتى دخلت واحد البنت زوينه بزاف. هاد البنت كانت غير كتشوفي فيها كترتاحي ليها، عيونها كانوا خضرين وكانت دايره الحجاب. من بعد جات جلست قدامي وقالت لي: صباح الخير. قلت ليها: صباح النور. سولتني: انتي جديدة هنايا ياك؟ جاوبتها: غنبدا نخدم هنايا في القسم الولادة. هي ضحكات وقالت لي: بحالي، ولكن انا كنخدم في القاعة ديال العمليات. انا سميتي سعاد، وانتي؟ قلت ليها: انا سميتي ماجدة، متشرفين. من بعد عيطوا ليا باش ناخذ الورقه ديالي وطلعت للقسم اللي غنخدم فيه. مشيت عند رئيسة القسم، عطيتها الورقه ديالي ودخلت ولبست اللباس ديال الممرضه. ومن بعد بديت الخدمه ديالي. في الورقه اللي عطوها ليا كان مكتوب باللي غنخدم نظام الحراسه 24 ساعه وغادي نرتاح 48 ساعه. المهم فاتوا الايام وانا خدامه حتى دازت سيمانه بالضبط، وتما سعاد ولات صاحبتي الروح بالروح وصديقتي المقربه، وعرفت منها باللي راها مخطوبه. واحد النهار كنت خدامه حتى صونا التليفون ديالي، لقيتو بابا هو اللي كيعيط ليا وكان كيبكي. الو بابا، لاباس؟ لاباس بنتي، ولكن الحاله ديال جداتك ما عجبانيش ومريضه بزاف. البارح قالوا لي بلي لازمها عمليه مستعجله على المراره، والسبيطار الحكوميه ما بغاوش يشدوها. قلت ليه: واخا بابا ما تخافش، غادي ندير المستحيل باش يديروا العمليه عندنا في الكلينيك. تما انا عيطت لسعاد وقلت ليها شنو كاين، وهي مشات كتجري تقول للطبيب الجراحه اللي كتخدم معاه. جات لعندي وقالت لي: قولي لعائلتك يجيبوها هنايا للكلينيك وانا غادي ندبر راسي في الامور. قلت ليها: شكرا بزاف يا سعاد، عمرني ما غادي ننسى خيرك. جاوباتني: ايوا صافي صاحبتي، راه عائلتك بحال عائلتي. من بعد قادوا لي الامور ديالها كاملين اللي لازمها، وسعاد تهلات فيها بزاف. دازو شي ايام وواحد الصباح بعد الخدمه سعاد قالت لي:
ماجدة، خرجي معايا باش نشريو شي اغراض للعرس. انا قلت ليها ما يكون غير خاطرك الزين. من بعد خرجنا انا وياها، قررنا نمشيو لشي قهوة نفطرو بالاول، من بعد غادي نمشيو ونشريو الحوايج. ملي كنا كنستناو هي سولاتني: انتي ما عندكش حتى شي حد في حياتك، يعني شي دري؟ قلت ليها: سعاد، اختي، واش انا عندي الوقت لهاد الشي اصلا؟ حياتي كامله عشتها انا غير كنجري مور الخدمه والشقه، اصلا عمري اهتميت بهاد العلاقات. قالت لي: وانتي تبارك الله فيك هاد الزين كامل، واش ما عمر خطبك شي واحد؟ ضحكت وقلت ليها: لا لا، خطبوني بزاف، ولكن كاملين من الحومه ديالنا وكاملين ما يصلحوش ليا اصلا. المخير فيهم كان واحد الاستاذ ديال الرياضيات اللي كان كيقري اختي، هو زوين الصراحه وكل شيء، ولكن عرفت باللي كان كيتصاحب بزاف مع البنات ومبلي بالبنات وكيموت عليهم، زهواني ديال بصح، وانا هاد النوع هو اللي كنكره في حياتي. قالت لي: يا سعاد، زعما ممكن كان كيبغيك بصح؟ جاوبتها: لا، جات ماما لدارنا باش تخطبني وقال ليها بلي هاد البنت متربيه وزوينه، ومن بعد قلت ليها لا، ما موافقاش، انا بغيت ننجح في حياتي ونعاون دارنا وهداك الشي كامل. قالت لي بلي راه وصلتني الوقت ديال الزواج وعلاش كنرفض ولدها. من بعد ماما تقلقت عليها وسمعتها كلام قاسح، وملي شافتني كنخنزر فيها حيتاش ما احترمتش القرار ديالي، هزت حوايجها وخرجت. سعاد ضحكات بالجهد وقالت لي: الا بقيتي على هاد الحاله غادي تبقاي بايره. غير كنضحك معاك، ان شاء الله ربي يرزقك بولد الناس اللي غادي يستاهلك. قلت ليها: ان شاء الله صاحبتي. بدات كتعاود لي على خطيبها شويه، قالت: انا عشت معه قصه حب ملي كنا كنقراو بجوج، كان معايا في نفس القسم، ودابا عامين ملي خطبني وقرب العرس ديالنا ان شاء الله. سولتها انا: واش غيخليك تخدمي من بعد العرس؟ قالت لي: هكا كيقول دابا، ولكن ما عرفتش من بعد واش غيبدل الراي ديالو. ربي عوضني بيه، حيتاش كاع الفلوس اللي كان كيجمع من الخدمه ديالو عاوني باش نكمل قرايتي في ستاج، وها اني دابا كنخدم بيه. انا قلت ليها من قلبي: ربي يحفظكم لبعضياتكم، وان شاء الله ربي يتمم لكم بالخير. قالت لي: امين يا ربي. يلا نمشيو حيت عارفه راسي شديتك معايا وانتي بايته خدامه. موراها مشينا نتقداو، ومن بعد كل وحده رجعت لدارها. دخلت للدار وسلمت على ماما، جلست معاها شويه وموراها مشيت نرتاح. دازو شي ايام وجا نهار الخدمه، لبست ومشيت نخدم بحال ديما. غير وصلت بديت الخدمه ديالي، في واحد اللحظه صونا التليفون ديالي، كانت سعاد كتهضر بالصوت حشمان: ماجدة، بغيت منك واحد الطلب. قلت ليها: سلام، ياك لاباس؟ هي نطقات: لا صاحبتي، ما كاين باس، غير بغيت نتبادلو في الاقسام، انا نخدم في القسم ديال الولاده وانتي تخدمي في بلاصتي في العمليات. سولتها: وعلاش؟ قالت لي: حيتاش خطيبي قال لي غادي يخليني نخدم من بعد العرس، ولكن بشرط يكون في القسم الولاده حيتاش ما فيهش رجال بزاف. قلت ليها: واخا، جيبي غير الموافقه ديال الاداره وانا نسيني ليك. من بعد ما سالينا السينيان ديال الوراق، انا طلعت عند القسم اللي كانت كتخدم فيه سعاد ومشيت عند البيرو ديال الطبيب الجراحه اللي غنولي مساعده ديالو، هو كان سميتو الدكتور فؤاد. دقيت في الباب ونطق ببروده: دخلي. دخلت وشاف فيا وقال بصرامه: نعم. قلت ليه: انا المساعده الجديده ديالك هنايا. سولني وعينيه في الوراق: وسعاد فين كاينه؟ قلت ليه: هي اللي قررت تبدل الاقسام ودابا كتخدم في القسم ديال الولاده. هز التليفون ديالو وعيط لسعاد باش تشرح ليه شنو وقع. دار لعندي وقال لي:
وانتي شنو سميتك؟ قلت ليه سميتي ماجدة. قال لي بكلام واضح، المهم ماجدة، انا عندي قواعد في الخدمة ديالي ولازم تتبعيهم. الخدمة ديالك انتي كتبدا في الصباح تقادي ليا المرضى، وفي العشية ترافقي المرضى اللي عندنا هنايا. ردي البال لاصوند اللي كتكون عامرة، والمريض خاصك تبقاي تطلي عليه ديما صافي. ونزيدك بداي تدخلي المرضى واحد بواحد وبلا ما نلقى الفوضى برا صافي. انا قلت ليه واخا دكتور. من بعد خرجت وبديت كندخل في المرضى بالواحد، حتى جا الدور ديال واحد المرأة كان باينه بلي بسيطه وكانت مريضه بالكلاوي. جيت ندخلها حتى جبت واحد الطبيبه ديال المستعجلات، وقفت قدامي وكلت ليا بتكبر، خليني ندخل هاد السيده في الاول، راها من عائلتي، ومن بعد دخلي هاديك. شفت فيها وقلت ليها بثقه، سمحي لي يا دكتوره ولكن ما نقدرش، هذه هي النوبه ديالها دابا، استني انتيا شويه. هي شفت في هذيك المراه وقلت ليها بكلام قاصح، مادام هذا راه سميتو لا كلينيك ماشي سبيطار ديال الدوله، زعما نتيا باين عليك فقيره، كيفاش جايه لا كلينيك؟ ممكن غلطه بالعنوان ياك؟ دارت لعندي وقالت لي دكتور فؤاد كاين لداخل ياك؟ بغيت نهضر معاه. دخلت انا لداخل وقال لي الدكتور فؤاد، ماجدة واش مازال كاينين الناس تما؟ قلت ليه مازالوا 3 ديال الناس. دكتور، جات واحد الطبيبه ومعها واحد السيده من عائلتها وبغات تدخلها قبل السيده اللي كانت جات نوبتها، وهاد السيده مسكينه باينه محتاجه العمليه ضروري حيت فيها الحريق ديال الكلاوي. قال لي يا مستغرب، واو وليتي طبيبه وكتختاري المريض غير بوحدك؟ قلت ليه اسمح لي يا دكتور ما كانش قصدي. قال لي صافي صافي ماشي مشكل. من بعد ناض من بلاصتو وخرج لبرا، شفتو ماشي لهديك الطبيبه باش يهدر معاها، قال ليها ببروده صدمها خليها تستنى نوبتها، وملي كملوا هاد الجوج غادي ندخل هادي. خليها تستنى نوبتها وملي كملوا هاد الجوج غادي ندخلها. انا كنت واقفه موراه دور لعندي وشير ليا باش ندخل هذيك المراه، وفعلا لقى عندها مشكل كبير في الكلاوي وخاصها عمليه بالزربه. من بعد مده كملت خدمتي وعيت ليا ندخل عنده، قال لي وهو كيشوف التليفون ديالو، ماجدة بغيتك تنقي هاد الفوضى وبدلي هاد الغطاء ديال السرير. قال لي هاد الكلام ودار الكرسي ديالو لجهه اخرى باش يعيط لماما يطمئن عليها. انا كنت كنخمل ونعقم هذيك البلاصه، قطع الخط ودار لعندي، من امتى وانت كتخدمي هنايا؟ شفت فيه وقلت واحد الشهرين هكاك. وسطاج ديالك دوزتيه في بريفي؟ لا في السبيطار ديال الدوله. مزيان. وخدمتي تما؟ خدمت عامين. مزيان مزيان. هو كان خارج مد ليا السوارت ديالو وقال قبل ما تخرجي خلي الباب مفتوح وخلي المفتاح فوق الطابله، دابا غادي تجي لا فام دو ميناج وقولي ليها تسيق وتجفف مزيان، ملي تسالي خبي ليا السوارت عندك وردي بالك عليه. كمل هدورتو وخرج. ملي خرج يا البنات الريحه ديال العطر ديالو دوخاتني. هويلي اش كنقول. يلا نكمل القصه ديالنا. المهم الغد ليه بديت خدمتي في الليل، جا الدكتور فؤاد مع 1:30 ديال الليل باش يطلع على بعض المرضى. قال لي ماجدة اجي معايا. نعم دكتور. واش طليتي عليهم ولا مازال؟ دكتور، نسيت نقول لكم باللي كانت معانا واحد الممرضة ثانية سميتها لبنى، تما هو عيط عليها وقال ليها بالنبرة قاصحة حيتاش تعطلت بزاف على الخدمة.
لبنى، 1000 مرة كنقول ليك ردي البال لهاد الشي قبل ما ندخل انا، ما عنديش الوقت لهاد التخربيق ديالك. هي سكتات وقالت ليه راه كنت بايته مع ولدي يا دكتور، كان مريض، هادشي علاش ما جيتش بكري. هو قال ليها بصرامه كلنا عندنا المشاكل ماشي غير انتي، ولكن في وقت الخدمه هي الاهم. كمل كلامه وخرجنا. انا مشيت مع البنه البيرو ديالو وبدات كتعاود ليا ماجده اجي نعاود ليك. قلت ليها اش كاين؟ شوفي، هادوك البنات الزوينات اللي قراو معانا في لافاك وخدموا معانا في الكلينيك كاملين كيبغيو يطيحوا عليه تما. وشوفي الطبيبه ديال المستعجلات كتموت عليه وكتبقى غير كدور به، واقيلا راهم بجوج في علاقه حب. شبان ليك؟ ملي قلت لي هاد الهضره قلبي تسير وما فهمتش علاش. دازو شي 2 سوايع حتى صونا التليفون ديال البيرو، ومداتو ليا لبنى وقالت هاكي هذا دكتور فؤاد. هزيته من يديها وقلت نعم دكتور. ماجدة، بغيتك تمشي للبيرو ديالي وجيبي لي الطابلية جديدة ديالي راني الفوق. واخا دكتور. من بعد هزيت الطابلية ديالو وطلعت لعندو، دقيت الباب وقال دخلي. السلام عليكم. رد عليا عليكم السلام. اجي. قربت لعندو وخدا الطابلية من يدي، لبسها ومد ليا حوايجو اللي كان لابس وقال ماجدة ديريهم معاك في الساشي وديهم لداركم، غسليهم ورجعيهم ليا مقادين. ما تستغربيش بزاف، ما عنديش اللي يغسلهم ليا في الدار، وهنا في الكلينيك كنكره المصبانه ديال السبيطار. وهاكي 50 درهم شري بيها الصابون. ابتسمت وقلت ليه واخا دكتور. قال لي وعطيني النمرة ديالك باش ما نزيدش نعيط للبيرو ملي نحتاجك. شفت فيه مستغربة، ولكن عطيته النمرة ديالي وخرجت وانا فرحانة. كنت كنحس بمشاعر جديدة كتحرك في قلبي. الغد ليه مشيت للبنك باش نسحب الشهرية ديالي. مشيت للسوق وشريت بزاف ديال الحوايج للدار، عباية زوينة لماما، كسوة لسارة، صباط جداد لبابا، وشوية ديال التقضية. ومن بعد رجعت للدار وانا فرحانة. غير وصلت للدار فتحت ليا ماما الباب وقالت ليا بالضحك والمسخوطة فين كنتي كدوري؟ ماما بركة ما تعايري فيا وتغوتي. راه غير كنضحك معاك بنتي الحبيبة الزوينة ديالي، زيدي دخلي زيدي. قلت ليها موح عليك ماما، الله يخليك ليا. حطيت الصخرة في الكوزينة ومن بعد مشيت للصالون باش نعطيهم الهدايا ديالي. فرحوا بزاف. من بعد طلعت الفوق ومشيت غسلت الحوايج ديال الدكتور فؤاد وقديتهم في الساشي نقية. جا اليوم السبت وانا كنت جالسة كنرتاح في بيتي. في واحد اللحظة صونا التليفون ديالي ولقيتو الدكتور فؤاد. هزيت الخط وقلت اهلا دكتور. هو قال لي بصوت مجروب وكان باين باللي مقلق بزاف ماجدة واش تقدري تجي عندي للدار دابا؟ غنصيفط لك العنوان في الميساج. نت من بلاصتي وقلت اش كاينه دكتور، واش وقع شي حاجه؟ ماجدة، ماما مريضه بزاف وانا خاصني نمشي دابا للمطار نجيب ليها واحد الدواء خاص صيفطوه ليا صاحبي من برا، وانا محتاجاك باش تقابلي ماما وتقابلي السيروم حتى نرجع. وقلت ليه وفين ساكنه دكتور؟ قريب لكلينيك، كنسكن في الحي اللي حداه. قلت ليه صافي واخا، غادي نقول لبابا يجيبني في الموتور، ولكن خاصني واحد 20 دقيقة هكاك باش نوصل. موراها قطعت عليه ومشيت مع بابا باش يوصلني، ولقينا الدكتور فؤاد واقف كيستنانا في باب ديال دارو. كان باين عليه مقلق بزاف. سلم على بابا. سمح لي يا عمي، ما عندي حتى شي حد يوقف معايا في هاد المحنة، سمحوا لي والله درت ليكم ازعاج. رد عليه بابا هاني يا ولدي، ما كاين حتى مشكل، الدنيا هادي، خاصنا نعاونوا بعضياتنا. من بعد دخلت للدار وطلعت للبيت ديال ماما.
مسكينة غير شافتني ابتسمت ليا وقالت ليا بصوت خفيف: دخلي يا بنتي، مرحبا بيك. دخلت لعندها وسلمت عليها على راسها. بديت كنقابل السيروم ديالها وشويه وصوني تليفوني. كان دكتور فؤاد. السلام دكتور. هو انتق. ماجدة، عافاك، ماما خاصها تفطر وتشرب الدواء ديالها. الله يجازيك بخير، شوفي واش تقدري توجدي ليها شي حاجه تاكلها. قلت ليه: واش كاين شي ماكله في الدار؟ كاينه كلشي في الكوزينه. صافي يا دكتور، ما تخافش، دابا نوجد ليها شي حاجه تاكلها من الدار بلا ما نشري من برا. هي كنت ناعسه، ومن بعد هبطت للكوزينه باش نوجد ليها شي حاجه تاكلها. وجدت ليها الحريره ديال الخضره بلا ملح بزاف وصدر دجاج مشوي. طلعت لعندها وعاونتها تاكل. قالت لي: الله يعطيك الصحه بنتي، والله العظيم الا توحشت الريحه الماكله ديال الدار. في الخدمه كنشريو غير الماكله من برا، وفؤاد ولدي ما كيعرفش يطيب. ابتسمت ليها وقلت: بالصحه والراحه خالتي، كولي هاد الشي بشويه عليك. من بعد دازو شي سوايع حتى جا الدكتور فؤاد. دخل كيجري وسلم على ماما. الوالده، واش حاسه براسك بخير؟ لا بس ولدي، الحمد لله. هاد البنت الله يحفظها تهلت فيا مزيان. هو شاف فيا وكمل كلامه: واش كليتي؟ ولدي كليت، الله يعطيها الصحة. انا كنت واقفة برا. من بعد دخلت وقلت: دكتور، واش نقدر نمشي دابا لدارنا؟ واخا مجدة، ولكن قبل ما تمشي اجي معايا. هبطت لتحت معاه، ومن بعد جبت 200 درهم ومدها ليا. وسعت عيني وقلت ليه: والله ما نديها دكتور، هذيك السيدة راه بحال ماما. وخليني نقول لك، انت الا احتاجيتني في اي حاجة غادي نعاونك بلا مقابل. هو سكت وشاف فيا بواحد الشوفة غريبة كانت كلها اعجاب واحترام. رجع الفلوس لجيبه وقال: وخلال على خاطرك، ولكن فين باباك؟ واش كيستناك برا؟ لا دكتور، العشية هادي وهو خدام، غنمشي بوحدي في الطاكسي معليش. هو انتق: خليني نوصلك في الطوموبيل ديالي. لا لا دكتور، جلس مع ماماك، خايفة تحتاجك ولا شي حاجة وما تلقاكش. شاف فيا وقال: والله ما نخليك تمشي بوحدك لدارك من بعد كاع هداك الشي اللي درتي معايا ومع الوليدة. غادي نديك لدارك وما تبقايش تناقشيني. شفت فيه وسكت. قبلت يوصلني بلا ما نزيد حتى كلمة. الغد ليه ملي خرجت من دارنا باش نمشي لكلينيك، خرج ليا داك الاستاذ ديال الرياضيات اللي كان خاطبني، وقف قدامي وقال: مالك الزين غاديه بلا ما تشوفي فيا؟ واش غتهضري معايا ولا نوريك اش كنسوى؟ ما جاوبتوش، ولكن في واحد اللحظه قرب مني. ما حسيتش براسي حتى عطيته واحد الكف على وجهه من كثر الخوف. وتما شفت سعاد وخطيبها جايين كيجريو حيت كانوا غاديين للحانوت. دافع عليا الخطيب ديال سعاد وقال: اختي ماجدة، ما تزيديش تخافي منو كتر. هاد الاشكال راه ما يديروا والو، كيهضروا الهضره خاويه وصافي. سيروا تخدموا، راكم قدام عينيا، ما تخافوا من والو. مشينا انا وسعاد لكلينيك. في الطريق بدات كتهضر ليا على الماضي ديال دكتور فؤاد. شفتي مسكين عنده بزاف ديال الهموم، هو ما كيبين والو. ماما ملي كانت صغيره تزوجت بواحد الميريكاني بزز عليها، ومن بعد هاد الميريكاني مشى لبلادو وخلاها حامله بفؤاد، وهي مسكينه كبرت ولدها بوحدها وتقاتلات عليه حتى ولا طبيب جراحي تبارك الله. انا كنت مصدومه ملي سمعت هاد الشي. صدمتين يا صاحبتي، مسكينه الوالده ديالو شحال العذاب دازت عليها. الصراحه قويه بزاف هذيك المراه. مرت اسابيع وعلاقتي مع الدكتور فؤاد ولات كتاخد مجرى اخر. ما بقاش هذاك الطبيب الصارم، ولا كيتعامل معايا باللطف، وديما كيسولني على عائلتي، وكل ما جاب حوايج باش نغسلوهم ليه اللي ولات عاده بيناتنا كان كيرجع ليا الساشي
وفي وسطها هدايا مخبية لأختي سارة وماما. وملي كنواجهو علاش كيدير هاد الشي كان كيقول لي مبتسم هادو غير هدايا بسط من الوالدة لعائلتك حيت كتبغيك بزاف. أما الإشاعة ديال علاقته مع الطبيبة ديال الإسعافات طلعت غير مجرد كلام خاوي، حيت الدكتور فؤاد كان عاطي حياته كاملة غير لخدمته وكان كيتهلا بماماه بزاف. واحد النهار حنا يالله كنا سالينا واحد العملية جراحية صعيبة بزاف، عيطوا ليا من البيرو ديالو. دخلت وانا عيانة، لقيته جالس ومقلق. وقفت قدامه وقلت ليه نعم دكتور، كان شي مريضة خاصني نفقدها. هو ناد من بلاصتو، قرب لعندي وشاف فيا بواحد النظرة دافئة وعميقة وقال مجدة، انا ما بقيتش قادر نشوف فيك غير كمساعدة ديالي في الخدمة. انتي دخلتي لحياتي والحياة ديال الوليدة بحال النجمة اللي ضوات لينا الايام ديالنا بالظلمة. انا بغيتك تكوني شريكة حياتي، واش تقبلي تزوجي بيا؟ انا في ديك اللحظة جاني البكية من الفرحة، قلبي كان باغي يخرج من بلاصتو. حشمت ونزلت عيني الارض وقلت ليه دكتور فؤاد، انت انسان غالي بزاف وانا يشرفني نكون الزوجة ديالك. هو ابتسم وقال صافي لاله، غدا ان شاء الله غنجيب الوالدة ونجيو نخطبوك رسميا من عند عمي، وجدي راسك. وفعلا لغت ليه في العشية دارنا كاملة كانت مقلوبة بالفرحة. ماما دارت المسمن البغرير وبزاف ديال الحوايج، وبابا لبس صباطو جديد اللي شريت ليه مع واحد الكوستيم. جا الدكتور فؤاد، ولا خليني نقول فؤاد، مع الوالدة ديالو اللي كانت فرحانة بزاف. جابوا بزاف ديال الكادويات ليا ولعائلتي. من بعد سالت الخطوبة ونطق بابا ولدي، مجدة هي عينيا اللي كنشوف بيها، وانا عطيتك جوهرة رد بالك عليها. فؤاد ناد من بلاصتو وباس راس بابا وقال بكل ثقة في نفسه في عيني وفي قلبي يا عمي ما تخافش عليها. من بعد دوزنا واحد العرس واعر وخيالي، عرس أسطوري اللي حضروا ليه قاع الحباب والعائلة والأصحاب، فرحوا معانا من كل قلبهم. من بعد العرس جمعنا حوايجنا ومشينا سافرنا في واحد الرحلة اللي ما كانتش على البال. مشينا للمالديف، دزت أحسن شهر العسل ممكن تحلم به شي وحدة. دوزنا في بلاصة كتر من رائع، كلها رومانسية والراحة والجمال. فؤاد دار لي مفاجأة وشرى لبابا وماما الشقة ديالهم في منطقة راقية وقريبة لينا، وتكفل بقراية اختي سارة حتى كملت قرايتها، وعاون خويا عماد باش يفتح المحل الصغير ديالو ديال الصباغة والديكورات، يولى حريفي كبير ومعروف في المدينة. ودابا انا كنكتب لكم هاد القصة انا جالسة في الصالون ديال داري الغزالة، وحدايا فؤاد شد في يدي، ومعنا ولدنا صغير عنده عام ونص سميناه انس، الله يحفظه لينا يا ربي. والحياة دارت دورتها، ومن وسط الفقر والدموع ربي فرجها عليا ونور طريقي وعوضني على قاع السنوات اللي صبرت فيهم. نصيحة مني لكل بنت كتسمعني، ديري النية وعاوني الناس وخلي قلبك صافي، راه ربي ما كينسى حتى شي حد، والفرج كيجي في اللحظة اللي ما غاديش توقعيها ابدا. ترن ترن. وحتى لهنا كتسالي القصة ديالنا ديال اليوم. قولوا لي البنات كي جاتكم القصة ديال اليوم؟ إلا عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي في التعاليق. نتمنى من كل قلبي تكون القصة دخلت لقلوبكم وخلتكم تعيشوا معها في كل أحاسيس ديالها. وإذا وصلتوا لهنا فأنتم أكيد من الناس الغاليين اللي كيعطيو الطاقة الحلوة والدعم كيبرد القلب. وإلا كانت عندكم حتى نتوما شي قصة أو رواية حابين نحكيها بصوتي، صيفطيها ليا في الحسابات ديالي في صندوق الوصف.
كنبغيكم بزاف يا اجمل متابعين في العالم. الله يحفظكم ليا ويفرح قلوبكم من كل ما كتمناو. بسلامة.